ورجعنا لكم بعد الفاصل. مشاهدينا، في دراسة من حوالي 60 سنة قام بها العالم الفيزيائي هيو إيفرت عن العالم الموازي أو العوالم الأخرى، بيحاول يعني يفسر الظواهر الغامضة. واللي كمل الأبحاث دي الدكتور محمد صلاح، الدكتور مش اللاعب. فقررنا النهارده في برنامجنا استوديو القصر نناقش الموضوع ده ونتكلم مع المدعي اللي بيقول إنه راجع من العالم الموازي، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. منورنا يا عندليب. اهلا والله. ممكن تكلمنا بقى عن اللي حصل معاك؟ يعني انا الموضوع اكبر مما تتخيل، لان موضوع العالم الموازي والاكوان موضوع اكبر من ان هو يعني يتشرح بسهولة. عالم موازي؟ العالم الموازي ممكن تفهمنا اكتر في النقطة دي؟ يعني العلم بيتطور وبيتقدم، وانا اصلا يعني انا ما رحلتش عشان طيب يا فنان، احكي لنا بقى، قول لنا ايه هي تصوراتك عن التكنولوجيا؟ طبعا انت راجع في 2025 عصر التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ايه بقى تصورك؟ يعني اكبر تصور للتكنولوجيا والتطور ان انا موجود معاكم دلوقتي. ما ده فعلا اللي احنا دي كلنا مش حقيقة. فاهمينه. كلمنا بقى، بما انك ما رحلتش وانا حقيقي سعيده جدا برجوعك مره تانية، كلمنا يا عندليب عن رحله مرضك اللي عملت فيها 66 عمليه. رحلة مرض مريت بيها 19 سنة، عملت في خلالها 66 عملية، وفي الآخر يعني الحمد لله اتشفيت بحباية ب10 جنيه. طيب والله كويس. اخر حاجة سمعناها عن العندليب الله يرحمه ان هو كان مرتبط بالفنانة سعاد حسني. أنا ما رحلتش عشان يعني. فهل هو بقى دلوقتي بيحب حد ولا موقف من ساعة ما هي توفت؟ سعاد ماتت من زمان. يا فندم ما تعرفش ولا ايه؟ سعاد ماتت. ده انت دي ميتة من كتير قوي، يعني داخلة في لو فترة كان كبيرة. بإيدي كنت أفضل جنبك وجيب لعمري 1000 عمر واحد. طول عمرك رومانسي وبنتعلم منك الرومانسيه. طيب قول لنا بقى، اكيد سمعنا عن شويه مشاكل كده مع كوكب الشرق ام كلثوم، ايه بقى في اللي ما نعرفوش تاني؟ أنا عمري ما كان بيني وبين السيدة أم كلثوم أي مشاكل. أنا مشاكلي كانت مع الفنانة شادية. معقوله؟ كنا سمعنا ان انت في مشاكل كتير بينك وبين الفنان الراحل محمد رشدي. يعني إحنا عمرنا سمعنا في حياتنا إن في أسد بيغير من شبل في القطيع. تشبيه بليغ. طيب ممكن تكلمنا عن التصريح اللي صرحته على الفنان هاني شاكر؟ مش طموح. مش طموح؟ مش طموح ازاي؟ ده كان ماسك نقابة المهن الموسيقية كلها. ده الكلام ده كان في غيابي أنا. كان الله يرحمه. طيب اكيد انت مطلع على الساحه الفنيه والمطربين الموجودين دلوقتي، تامر حسني، الفنان تامر عاشور، رامي صبري، معايا يا فندم؟ أيوه اتفضلي ايه اتفضلي. رايك في الاصوات دي والساحه دي؟ والله أنا يمكن مثلا أكون ما سمعتش عن الأولاد دي، بس أنا من ضمنهم كلهم أفتكر الولد تامر حسني. يعني كنت شفت له صورة على الفيسبوك إن هو استأذنك بس معلش، انت عندك فيسبوك؟ لسه ما أعلنتهوش لجمهوري. ليه بس؟ ده السوشيال ميديا مكتسحة الفترة دي. كل حاجة في وقتها. أنا اتعودت أكون دقيق ومنظم. طيب بما انك بقى رجعت في عصر التكنولوجيا والفيسبوك وكده، يعني قول لنا رأيك في موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعني ليه منافعه وليه أضراره، وأكبر أضرار ليه إن ممكن حد يتاجر باسم حد. دي حقيقه. طيب يا فنان بقى، قول لنا، هل كان عندك كورال؟ كنا سمعنا عن الفنان العظيم الراحل كان عنده كورال، هل عندك استعداد ترجعه؟ طبعا، ودي مفاجأة، ويمكن خصيصا تامر حسني ان هو كان بيقول ان هو كان نفسه يعاصرني. انا احب اقول لك انا موجود يا تامر، وانا بعلن عن كورال للفرقة الماسية هتعود من تاني. ولكن احب اقول لكم على حاجة. ايه هي؟ انا المجاملة في الفن عندي جريمة. اللي مش هينجح فيكم للأسف أنا مش هقدر أقبله. طيب يا فنان ممكن تغني لنا حاجة بقى؟ أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك
وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني، وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك. طيب خلاص تمام، ممكن يعني نتكلم بقى عن التيك توك. وصلت للتيك توك ولا لسه، بما انك عندك فيسبوك وكده؟ التيك توك ايوه انا اكيد سمعت بيه، واوعدكم ان هيكون في حساب هيعدل كل حاجه فيها هرجله وكل حاجه فيها ضوضاء، كل حاجه هتتعدل من تاني، وهنعود بالموسيقى العربيه الى مكانتها التي تستحقها وسط الاوطان. طيب ممكن سؤال اخير قبل ما نختم، ايه الفرق بقى بين زماننا وزمانكم؟ آه، اكيد حسيت بفروق. طبعا اكيد حسيت بفروق، وبصراحه يعني انا شفت منظر مرعب في الشارع. ايه هو؟ يعني انا شفت شاب يعني مفتول العضلات وفي صحه وقوه، ولقيته لابس بنطلون يعني متقطع من كل حته. يعني ليه ما تنزلش وتشتغل وتجتهد وتجيب بنطلون ده كويس ستايل معين لنفسك؟ دلوقتي بقى اسمه كاتنج، بنطلون دي كاتنج. موضه يا فندم، موضة؟ دي مهزله مش موضه. ايه رايك في الكلام ده يا احمد؟ بصي، هو بالنسبه لي بيقلد عبد الحليم كويس جدا، بس لا، انا مش هو عبد مقتنع. الحليم هو قدامك انا أهو. بالنسبه لي مش مقتنع. طيب يعني نشوف استغفر الله العظيم. انت بتقولي ايه؟ نشوف راي الجمهور. نشوف رأي الجمهور. طيب المشاهدين. ممكن نشوف رأي المشاهدين، ولو في أي تعليقات أو أي حاجة ممكن تسيبوها لنا على بيج البرنامج. وطبعا في انتظار كل تعليقاتكم، وإن شاء الله هيتم الرد عليها. ونطلع نطلع فاصل فاصل. ونستناكم بعد الفاصل. على فكره انا ممكن اطلب لك النجده دلوقتي حالا. تطلب لي النجدة عشان بقول إن أنت مش عبد الحليم؟ هيعملوا لك أنت مشكلة.